النهارده هكلمك عن موضوع مهم، هو الفرق بين ضريبة التصرفات العقارية والضريبة العقارية. بيختلط على الناس كتير ومش عارفة الفرق ما بينهم. النهارده أنا هقول لك إيه الفرق ما بينهم. أنا أدهم المصري المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة. ضريبة التصرفات العقارية دي الضريبة اللي بتدفع مرة واحدة وبيبقى ملزم بيها البائع، ودي في حالة البيع فقط. يعني لو حضرتك عندك كذا عقار وحبيت ان انت تبيع حاجه منهم، بتدفع ضريبه الصفات العقاريه عليها وبتجيب ما يفيد سددها. اما الضريبه العقاريه فدي الضريبه اللي بتدفع كل سنه واللي بتحددها مصلحه الضرائب بعد تقديم الاقرار السنوي عن العقارات اللي موجوده عند حضرتك. لو عندك شاليه في الساحل، لو عندك شقه في مصر، لو عندك ايا ما يكون العقارات اللي موجوده عندك وبتقدمها في الاقرار الضريبي بتاعك، فبتدفع عنهم ضريبه سنويه بتسمى الضريبه العقاريه.